وبعد ما يفتح 7 دكاتره كلهم بيقولوا كلمه واحده بس: احنا نشيل الرحم. يهديكوا ويرضيكوا، احنا لازم نشيل الرحم. النزيف ما بيقفش بقالك سنتين. جت قالت لي: انت اخر باب اخبط عليك، خلاص انت اخر واحده، اشيله ولا ما اشيلوش؟ وريني يا ست الناس فحوصاتك. فحوصاتي اهي. والله يا فندم انت الاستروجين عندك عالي، هننزله النزيف هيقف. نعم، الكلام ده ما قاليش قبل كده. قلت لها اديني 3 اسابيع قبل ما تاخدي القرار العملي. 3 اسابيع. 3 اسابيع 3 اسابيع بفضل الله. انا سبب. مم. المهم الاستروجين نزل، النزيف وقف، بطلنا ليريكا وبطلنا ادويه كتير كانت بتاخدها. طبعا كلنا سمعنا الكلام ده، فبما ان حاليا باخد نسا ولادة فيعتبر عندي خلفية عنه. اي نعم خلفية بسيطة بس يعني اهو. فتعالى كده نشوف هل الكلام ده كده صح ولا غلط. مبدئيا كده تعالى نشوف ايه الحاجات اللي ممكن تعمل abnormal uterine bleeding او نزيف رحمي، او ممكن تعمل نزيف عموما في الجهاز التناسلي الانثوي. اول حاجة ممكن مشاكل في الدورة الشهرية، سواء زيادة المدة او زيادة عدد الايام او زيادة كمية الدم، وكل حاجة منهم لها اسبابها ممكن نتكلم عنها بعد كده. ممكن تكون حاجات لها علاقة بالرحم زي مثلا البوليبز اللي هي الزوائد اللحمية، الليوميوما او الفايبرويد اللي هي الاورام الليفية. وممكن يكون سبب النزيف ده كانسر، خصوصا لو سن المريضة كبير معدل 50 مثلا. وممكن فعلا سبب النزيف يكون بسبب زيادة نسبة الاستروجين عن طريق ان هو بيزود سمك بطانة الرحم فبيزود نسبة النزيف. وممكن المشكلة أصلا تكون في السيرفكس أو عنق الرحم. ممكن برضو يكون في بوليبز أو كانسر أو أي مشاكل تانية، أو مشاكل لها علاقة بالتبويض والمبيض، أو مشاكل لها علاقة بالدم زي مثلا عدد صفائح الدموية قليل فسيولة الدم بتكون عالية فالنزيف بيكون بكمية كبيرة جدا. فالخلاصة العلاج بيكون علاج السبب نفسه، مش مجرد علاج رقم في تحليل أو في ورقة، لأن زيادة الاستروجين نفسه ممكن يكون عرض لمرض تاني خالص. فالأستاذة هنا غلط 1,000,000% وضلت المريضة بشكل كبير جدا. وأصلا مش معقول من البداية إن يكون 7 دكاترة نساء شافوا المريضة ومفيش حد منهم لاحظ نسبة الاستروجين العالية دي، ومستحيل كلهم أجمعوا إننا نشيل رحم ده صدفة كده. فأكيد في مشكلة أكبر بكتير من زيادة هرمون. فممكن تكون زي ما قلنا ورم ليفي، زوايد لحمية، مشاكل في المبيض أو التبويض، أو حتى سرطان رحم أو سرطان عنق رحم. وممكن كل ده يزود الاستروجين عادي. فهنا الحل الجذري للمشكلة إننا نشيل الرحم، وخصوصا لو عمر المريضة هنا كبير ومش محتاجة الرحم في حمل أو ولادة. فياريت يا جماعة ما نمشيش ورا أي حد مش متخصص، لأن العاقبة بعد كده بتكون صحتكم. أنا دكتور عمر صبري حسان، وألف سلام.